عارفة يا أخطر أنواع الريد فلاجز؟ مش اللي بتبان بوضوح، لأ، دي اللي تخليكي تيجي في أول العلاقة تقولي ياه أخيرا لقيت الحب اللي بتمناه. فوقي وخلي بالك من ال3 علامات دول، عشان لو لقيتي واحدة بس فيهم انفدي بجلدك. لو لقيتي الشخص في أول أسبوعين بيحسسك إنك توأم روحه وعاوز يتجوزك النهاردة قبل بكرة ويغرقك بقى كلام حب واهتمام وهدايا، ده مش حب رومانسي، ده في علم النفس بنسميه الإغراق العاطفي. انتي بتغرقي، ده بيبني لك قصر من وهم عشان لما يسجنك فيه ما تقدريش تخرجي. الشخص اللي بيحاول يسرع خطوات العلاقة بشكل مش طبيعي وعايز يسيطر على كل دقيقة من يومك. كلميني لما تروحي، كلميني لما تقومي، كلميني لما تخرجي، عاملة ايه دلوقتي، قلتي ايه دلوقتي، رايحة فين دلوقتي، تعملي ايه دلوقتي، كلميني دلوقتي، لابسة ايه دلوقتي. لو مديتي ايدك وجبتي كوباية مية من غير ما تقولي له تلاقيه يزعل ويتقمص. اصل انا بغير عليكي، اصل انا بحبك قوي، اصل انا بخاف عليكي، لازم اعرف عنك كل صغيرة وكبيرة. هو انت تزعلي ان اكون مهتم بيكي؟ ده مش اهتمام، ده استحواذ. هو عايز يغزلك جوه حياته عشان ما تعرفيش تكتشفي عيوبه. اسمعي بقى منه وهو بيتكلم عن اكساته، لو حسيتي ان كلهم وحشين وهو بس الملاك تبدأي تقلقي. دي كانت خاينة، دي كانت نكدية، دي كانت مادية، دي كانت ما بتقدرش. انت غالبا الضحية اللي عليها الدور في القايمة. الشخص اللي ما بيعترفش بمسؤوليته عن فشل أي علاقة قديمة عمره ما هيتحمل مسؤولية علاقة جديدة. الريد فلاج مش دايما لونها أحمر فاقع، أوقات بتيجي وردي ورقيقة بس شوكها بيموت. الحب الحقيقي بيتبني بالهداوة مش بالسرعة والانبهار والكلفتة.